قبل ما نبدأ النهاردة خليك مستعد ودمر زرار الجرس، لأن فيلم النهاردة هيخليك تكتم نفسك وتعيط لغاية اللحظات الأخيرة، لأن دي مش رحلة ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وبس، دي كمان رحلة أب فعلا عظيم. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع بطلنا وانج، واللي بيبقى راكب مركب صغير في البحر هو وابنه دافو، وبنلاحظ إنه رابط رجليهم في بعض لأنه بيكون خايف على ابنه جدا. بعدها بيروحوا البيت وبيلاقي وانج كده ظرف مبعوتله، بس قبل ما يفتحه بيلاقي الباب بيخبط وبتكون جارتهم مي، وبتبقى جايبه دبدوب هديه كده وتورته عشان عيد ميلاد دافو. وبنفهم بقى ان دافو من ذوي الهمم او مصاب بالتوحد العقلي واضطراب فرط الحركه والانتباه. وبتكون مي مفكره ان وانج اخد ابنه عشان يكشف عليه تاني، بس هو بيأكد لها انهم كانوا بيتفسحوا شويه مش اكتر. فبتعرفوا ان الطبيبه بتاعته اتصلت بيه، فبيرتبك وانج جدا وبيكون شكله كده كأنه مخبي حاجه عليها. ولما بيدخل الليل بيشيل وانج الدبدوب من على التلفزيون وبيحاول يتكلم مع دافو، بس هو بياكل ومش بيكون مركز معاه خالص. وبيلاحظ الأب إن مي سابت له حلة أكل قبل ما تمشي. وتاني يوم بقى بيروح وانج للحديقة المائية اللي بيشتغل فيها، وطبعا بياخد دافو معاه عشان بيخاف يسيبه لوحده. وكمان دافو سباح ماهر زي أمه الله يرحمها، وأول ما بيدخل بيروح يغطس في الحوض المائي ويعوم مع الحيوانات. ومدير الحديقة بيبقى عارف بوضع دافو كويس عشان كده ما بيتكلمش، بس بيطلب من وانج إنه يخليه يعوم وقت تاني بدل الصبح، لأنه هيعمل برنامج غذائي للأسماك في النهار ومش بيكون عايز مشاكل. بعدها بيروح وانج يطمن إذا كانت كل حاجة ماشية كويس، خصوصا إنه مسؤول عن الأعطال في الحديقة المائية. بس بنلاحظ إنه بيتعب فجأة وبيكون شكله كده كأنه مخبي حاجة. وفي الوقت ده بيكون دافو بياخد دش، فبيجيله كده أحد العاملين وبيعرفه إن أبوه بيحبه جدا وبيخاف عليه من الهوا الطاير. وبعدها بيروحوا البيت وبيقعد دافو عشان أبوه يغير له هدومه كالعادة، بس الولد بيغير وبيفضل يضحك كل ما يقرب له، ووانج بيعامله بلطف ورحمة لحد ما بيغير له هدومه وبينيمه في سريره. وتاني يوم لما بيروحوا الحديقة بيبقى دافو عايز يعوم كالعادة، بس وانج بيعرفه إنه مش هينفع النهاردة، وبيوعده يكافئه بأكل كويس لما يروحوا لو سمع الكلام. بس بمجرد ما الأب بيقوم ما بيكونش دافو مستوعب الكلام كويس، وعشان كده بيروح ينط في الحوض من غير ما حد ياخد باله. وساعتها وانج بيشوفه طافي على وش المية فبيترعب جدا، ورغم انه ما بيكونش بيعرف يعوم إلا إنه ما بيترددش ثانية إنه ينط في المية عشان يشوف ابنه الوحيد. ووانج كان هيغرق بس دافو بيطلعه بره بسرعة، فبيفهم وانج إن ابنه كان بيهزر معاه وعامل نفسه ميت، لكن الواد ما شاء الله ولا أجدعها دولفين وما يتخافش عليه في المية. وبعد ما بيخلصوا بيركبوا الأتوبيس اللي بيوصلهم للمنطقة اللي ساكنين فيها، وبيفضل دافو يبص لأبوه ويتصرف تصرفات غريبة، لكن الأب الحنون بيبقى ملتمس له العذر تماما وما بيقساش عليه. والنهاردة بيقرروا يروحوا لإحدى المدارس الخاصة عشان يقدم لدافو هناك، وبيسأل عن المديرة اللي يعرفها بس بيلاقي مكتبها مقفول. ودافو بيسيبه وبينزل يلعب في الحديقة وما بيكونش عايز يطلع، فبيجي الأب ينقذ الموقف فورا وبيتكلم مع المسؤول، وبيفهم إن المديرة اللي هو جاي لها تعبت ودخلت المستشفى. فبيشرح وانج للمسؤول حالة ابنه الخاصة وإن كان عنده أمل يضمه للمدرسة هنا عشان يعني يتعلم ويبقى مطمن عليه. فبيستغرب المسؤول وبيفهمه إن الدولة حاطة تنسيق إجباري عندهم هنا وما بيقبلوش حد يعني أكبر من 16 سنة، ودافو ما شاء الله بيكون عنده 21 سنة كاملة. فبيطلع الأب تقرير معاه وبيوريه للمسؤول، ومن هنا بنفهم إن وانج مصاب بسرطان الكبد في المرحلة الأخيرة، وإن يعني كلها مسألة وقت ويموت، وإنه عايز يبقى مطمن على ابنه. فبيتصدم المسؤول من الوضع الصعب اللي بيعيشه الأب الوحيد، خصوصا إن مراته ماتت غرقانة ودافو عنده لسه 3 سنين، وبيوعده إنه هيقدم حالته لمجلس الإدارة يمكن يتعاطفوا معاه ويعرفوا يعملوا له حاجة. فبياخد الأب ابنه وبيروحوا وبيقفوا عند السوبر ماركت بتاع مي عشان يشتروا شوية حاجات، واللي بتكون بتساعدهم على الآخر ومتعاطفة مع حالة دافو حتى من غير ما تعرف بمرض الأب وإنه هيموت قريب. وبيقرر الأب يبدأ يعلم ابنه الحاجات الأساسية زي إنه ما يحطش الدبدوب على التلفزيون وإزاي يشيل المفاتيح ويفتح الباب. بس بيتعب وانج فجأة وبيريح على الكنبة شوية، لكن دافو طبعا مش بيكون مدرك اللي بيحصل وبيجي يقعد جنبه وياكل. وأول ما النهار بيطلع بيقرر الأب يعلمه إزاي يعمل البيض بنفسه، وبيمسك إيده وبيكسر أول بيضة في حياته. وطبعا دافو بيبقى متفاجئ ومشتت في نفس الوقت، بس الأب بيعامله بحنان كبير زي الأطفال عشان يستوعب ويكسر البيضة التانية بنفسه. وبياخده بعدها للشغل وبيسيبه في حوض المية اللي ما بيحبش يخرج منه. بس النهارده تحديدا دافو بيشوف حد بيلعب بالكور في الهواء وكورة منهم بتقع في الحوض عنده، فبيفضل يبص عليها من بعيد وهو مستغرب لحد ما بتيجي البنت اللي كانت بتلعب بالكور وبيكون اسمها لينج
لينج وبتحاول تلفت انتباه دافو عشان يعني يديها الكورة، بس دافو ما بيبقاش مستوعب كويس. بعدها لما بيبقوا في السوبر ماركت بيكون وانج عايزه يدفع تمن اللي هياخده بنفسه، لكن طبعا الموضوع بيكون جديد عليه وما بيعرفش، ومي بتستغرب وبتخليه ياخد اللي هو عايزه وخلاص. بس الأب بيرفض عشان يبدأ يفهم ابنه أساسيات الحياة، وإن الحاجة اللي بيعوزها لازم يشتريها بالفلوس. ولما بيلاقي الوضع صعب معاه بياخده البيت وبيعرفه فئات الفلوس المختلفة وكل عملة تقدر تشتري ايه بالظبط، بس طبعا كل حاجة بتكون صعبة في البداية. بعدها لما بيرجعوا الشغل بيبقى في حفلة كبيرة وجايبين ناس من السيرك عشان يفرحوا الأطفال، فبيفرح دافو وبيلعب مع المهرج زي الأطفال، بس المهرج بيستغرب لأن سنه كبير شوية. فبيجي وانج وبياخد ابنه من المكان وبيمشي وبيروح لدار أيتام عشان يشوف إذا ينفع يدخل دافو فيها ولا لا، بس المديرة بتعرفه إنهم بيستقبلوا هنا الأطفال فقط، وإنهم لو عملوا استثناء لابنه البالغ هتحصل لهم مشكلة. وبالليل بيسهر وانج يخيط جاكيت لابنه عشان يفتكروا بيه بعد ما يموت، وبيطلع يقعد قدام البيت وهو في حالة حزن شديدة وخايف على دافو جدا. فبتشوفه مي وبتروح تقعد معاه وبتسأله عن السبب، بس ما بيبقاش عايز يشيلها همه هو كمان، كفاية انها بتعامل ابنه بلطف ومقدرة حالته. وتاني يوم بيبقى في عرض للدلافين جوه الحديقة المائية والناس كلها بتتفرج، بس وانج بيبقى مشغول بالاتصال على كل دور الأيتام والمؤسسات اللي ممكن ترعى ابنه. وبعد الحفلة ما بتخلص بيقعد دافو يلعب مع الدولفين وبيتواصلوا مع بعض كويس جدا، ولينج لما بتشوفه بتفرح وبتروح تقف معاه خصوصا بعد ما عرفت حالته. واثناء ما بيكونوا مروحين بيطلب الاب من ابنه يستخدم المفتاح المتعلق في رقبته عشان يفتح البيت، بس قبل ما يكمل كلامه بيلاقي مي جايه تعاتبه عشان خبى عنها حقيقه مرضه بالسرطان، وبتبقى الطبيبه جاتله بالادويه ومي عرفت الوضع منها، فبتدخل مي تقعد معاهم في البيت وبتفهم ان وانج بيدور على اي مكان مناسب عشان ياخد ابنه ومش لاقي، وبتفهم انه كلم كل مؤسسات البلد حرفيا ومفيش امل، لدرجه انها بتساله لو سابوا دافو قدام دار ايتام ومشيوا هل هيستقبلوه. فبيتضايق وانج جدا وبيقول لها حتى لو قبلوه اضمن منين انهم هيعاملوه كويس ويراعوا حالته، انا عايز اضمن باي طريقه انه هيبقى مرتاح قبل ما اموت. فبتحاول مي تواسيه وبتأكد له إن لو حصل له حاجة هي هتاخد بالها من دافو، بس الأب بيواجهها بالحقيقة وإنها كام سنة وهتتجوز ومش هتعرف تاخد بالها منه. ولما مي بتقوله إنها مش هتتجوز عشانه بيرفض الكلام ده طبعا لأنه مش عايز حد يتظلم بسبب ابنه. وبتلاقي ظرف مكتوب عليه اسمها كان كاتبه لها وانج، فبتفتحه وبتلاقي رسالة منه إنه هيسافر هو ودافو وعايزها تاخد بالها من المكان في غيابه، وبيأكد لها إن ابنه سباح ماهر زي أمه وإنه أكيد ليه مكان وسط العالم ده عشان يعيش حياة كريمة. وتاني يوم في الشغل بنلاحظ إن وانج بدأ يتعب جدا، بس أحد أفراد الأمن بيناديله بسرعة لأن دافو يعني عامل مشكلة، وبيبقى الولد ماسك الكور من لينج ومش عايز يسيبها خالص، ورغم محاولات الكل معاه إلا إنه بيصمم على الرفض لحد ما بيجي وانج يخطفهم منه ويرجعهم للناس. فبيتعصب دافو جدا وبيعض وانج بشكل قوي، ورغم كده بيسيبوا الأب الحنون لحد ما بيهدى لوحده. وبعدها بتروح لينج تقعد مع دافو شوية وبتكون متعاطفة معاه جدا بسبب اللي بيعمله أبوه، خصوصا إن أبوها مات في سن مبكر جدا وما لحقتش تشبع منه، بس دافو بيبقى في عالم تاني ومش مركز مع كلامها أساسا، ورغم كده ما بتتضايقش منه وبتفضل تهزر معاه وبتعامله برحمة. بعدها بيروح الأب وابنه المستشفى مجانين، لكن أول ما بيشوف الناس اللي فيها بيتأكد إنه مش هيبقى مطمن على ابنه هناك نهائي، وبياخده وبيمشي وبيعتذر للمسؤول. وبالليل لما بيروحوا البيت بيلاقي مديرة المدرسة اللي كانت تعبانة مستنياهم واللي صممت تيجي بنفسها بعد ما عرفت بمرض وانج. وأول ما النهار بيطلع بتاخد دافو البيت واحدة من معارفها عشان تاخد بالها منه وترعاه، والأول مرة الأب بيحس ببعض الراحة لأنه لقى مكان مناسب لابنه، وبيعرف المديرة إنه استغرب عشان دافو ما ودعوش ولا مسك فيه، فبتأكد له إنه ما بيعرفش يعبر عن مشاعره زي الناس العادية. ولما بيروح وانج البيت بيشيل الدبدوب من على التلفزيون وبيقعد ياخد علاجه، بس ما بيعرفش ينام خالص وبيقوم يرجع الدبدوب مكانه زي ما دافو كان بيعمل، وبيفضل طول الليل صاحي قلقان لأنه أول مرة يبعد عن ابنه يوم كامل كده. وأول ما بيطلع النهار بتبعت له الست فورا عشان يلحق ابنه لأنه من أول ما صحي وهو متعصب على الآخر ومش عارفين يهدوه. فبيدخل له وانج وبيطبطب عليه بحنان وبيطمنه، فبيهدى دافو وبيقعد عشان يقلعه هدومه زي ما بيعمل معاه دايما، فبينفذ له وانج اللي هو عايزه وقلبه مليان بالحب
الحزن بسبب بكاء دافو، وبيطمنه إنه مش هيسيبه تاني وبيقرر ياخده معاه. ولما بتشوفهم مي بتستغرب وبتسأله، فبيعرفها الأب إنه قرر ياخد دافو معاه ويمشوا لأنهم مع بعض من البداية ومش هيقدر يسيبه دلوقتي. وبيودع مي وبيأكد لها إنه لو ما كانش مرض كان ممكن يتجوزها، بس من الظلم إنه يعمل فيها كده وهو على باب القبر خلاص. فبتفرح مي بمشاعره النبيلة جدا وبتقدر ظروفه. وبعدها بيتنقلوا البيت كده جنب الست اللي تبع المديرة واللي بتكون متعاطفة معاهم جدا، وبتعرف وانج إنه لو احتاج أي حاجة في أي وقت يبعت لها على طول. وبترفض إنها تاخد منه شهادة التقاعد بتاعه عشان لو مات يعني تاخد معاشه مصاريف دافو، وبتطمنه إنه لو حصل له أي حاجة هيفضل الولد في عينيها للأبد، وبتأكد له إنه أب عظيم ومفيش زيه اليومين دول. وبالليل الأب بيسأل ابنه إذا كان هيوحشه يعني لو غاب عنه، بس طبعا دافو ما بيكونش مستوعب قوي وبيسيبه بينام. فبيقول له الأب بحزن أنت هتوحشني يا دافو. ولما بيقلق وانج من نومه بيلاقي دافو سابه وطلع يلعب تحت الشجر، بس زي عادته ما بيرضاش يعنفه أبدا. وبياخده تاني يوم يوريله الطريق اللي بيمشوا منه وفين محطة الأتوبيس اللي يركبها عشان يروح الشغل في الحديقة المائية. وحتى موضوع تغيير الهدوم بيبدأ يعرفه ازاي يقلع هدومه بنفسه من غير مساعدة. وكذلك الأكل بيقف معاه عدد ثواني معينة لحد ما البيض بيتسلق ويبقى جاهز خلاص، وبيفضل كل يوم يعمل معاه نفس الحاجات بالتفصيل عشان يتعود. وبيقرر يسيبه في الأتوبيس ويسبقه هو بتاكسي عشان يشوفه هينزل المحطة المطلوبة ولا لا. بس للأسف لما بتيجي المحطة بيبقى دافو مشتت وما بيركزش إنه المفروض ينزل هنا، فبيوقف وانج الأتوبيس بسرعة وبينزل ابنه قبل ما يفقده، وبيرجع معاه على البيت وبيفضل يدربه على اسم المحطة، وإنه أول ما يسمع الكمساري بينطق اسمها يقول أنا هنزل هنا. ومرة مع التانية بيقدر دافو يستوعب الموضوع ويجاوب في الوقت المناسب فعلا. وحتى لما بيروحوا الشغل بيبدأ وانج يعرفه ازاي يمسح الأرضية عشان يشتغل بعد كده في الحديقة. وكالعادة طبعا البداية بتبقى صعبة، بس الأب المريض ما بيستسلمش، لكن التعب بيبقى شادد عليه النهاردة لدرجة إنه بيزعق مع دافو لما بيفشل. فبيقعد دافو خايف وبيعيط عشان أبوه زعقله، بس بسرعة بيستوعب وانج اللي حصل وبيروح يعتذر له ويهديه، لأنه في النهاية عايزه يبقى كويس ويقدر يعني يعتمد على نفسه بعد موته. وتاني يوم بيبقى فيه عرض للسيرك من جديد، ودافو بيبقى مبهور قوي بالمهرج اللي بيرمي الكور في الهواء، ولأن المرة دي لينج هي المهرج فبتعامله بلطف وبتخليه مبسوط. بس بالليل بيتعب وانج جامد وبيطلع العلاج عشان ياخده بسرعة، فبيشوف المدير وبيطلب منه ياخد اجازة يومين عشان يرتاح، وبيقعد معاه وبيعرفه انه ما عندوش مانع ان دافو يشتغل هنا، بس المشكلة بتكون انه ما بيعرفش يتعامل مع فريق السيرك وباقي الموظفين، وانه ممكن يعمل مشكلة في اي وقت. فبيعتذر له وانج وبيجيب اللوم على نفسه وبيحاول يطمنه من ناحية دافو بكل الطرق عشان يعني يقبل يشغله ويبقى مطمن عليه. بس الحقيقة بتكون ان وضع المدير حرج برضه وما بيقدرش يحقق له الامنية دي. وتاني يوم لينج بتاخد دافو عند كابين التليفون وبترن من موبايلها عشان تعلمه ازاي يشيل السماعة ويتواصل مع حد، وطبعا بتحاول معاه كذا مرة بالراحة وبتعامله زي الاطفال بحرص وحنان. ده حتى بتاخده معاها غرفة السيرك وبتعمل له ماسك مهرج زي بتاعها وبيفضلوا يضحكوا سوا، وبتنبهر اكتر لما بينزل حوض الميه وبيعوم زي السمك بالظبط، لانه يعتبر يعني انه اتعلم السباحه والغوص منهم. بس للاسف بينتهي عرض السيرك تاني يوم وبتمشي لينج مع فريقها، وده بيخلي دافو يحس بالحزن لانه كان بدأ يتعلق بيها. ولما بيروح الشغل مع ابوه تاني يوم بيتفاجئ وانج انه اختفى من الحديقه تماما، فبيقلق على الاخر وبيطلع يدور عليه مع المدير وهو ميت من الرعب، لحد ما بيلاقيه قاعد كده جنب تمثال مهرج في الشارع. فبيقعد جنبه كده بعد ما قلبه هدي واطمن انه كويس وبخير، بس بيبقى لسه قلقان وعايز يطمن على ابنه اكتر، وبتجيله فكره مجنونه كده بما انه بيحب يعوم في حوض الميه كتير. وتاني يوم بيروح يطمن على مي وبيديها صوره ليه عشان تفضل فاكراه بعد ما يموت، ورغم انها بتتضايق في البدايه الا انها بتقبلها لان وانج باين عليه التعب وشكله هيودع قريب فعلا. ومن اليوم التالي بيبدا وانج يركز انتباه دافو على السلاحف المائيه وبيحاول يفهمه بكل الطرق ان السلاحف المائيه دي هي اللي تبقى ابوه، لدرجه انه بيعمل نفسه بيعوم زيها عشان يقنعه بكده. ورغم خوف وانج من الميه الا انه بيلبس صدفه على ظهره وبينزل يعوم مع ابنه عشان يثبت الفكره في دماغه اكتر، بس بيتعب بسبب مرضه طبعا، وبيجي المدير يخرجه وهو بيعدوا عشان نزل الميه وهو تعبان كده. بس وانج بيكون مصمم انه يكرر الموضوع تاني لحد ما يثبت الفكره في دماغ ابنه، وبيحكي للمدير انه مش متاكد ان مراته ماتت غرقانه، خصوصا انها
إنها لما عرفت بحالة التوحد بتاع دافو زمان انهارت وكانت رافضة للوضع تماما ومش مصدقاه، وده اللي خلى وانج يخمن إنها ممكن تبقى قلت حياتها بنفسها، بس ما بيلومش عليها لأن بصراحة يعني مش كتير اللي يقدروا يستحملوا الوضع ده. وبيفضل وانج مع ابنه في المية كأنه سلحفة مائية عشان يعني لما يموت يبقى سابله عوض بأي طريقة ويفضل حاسس بوجوده طول الوقت. وللأسف بعد كام يوم بيموت الأب العظيم ده وسط حزن كبير من كل اللي عرفوه وعرفوا قد إيه هو تعب مع دافو حتى في الوقت اللي كان المفروض يهتم فيه بنفسه. ومدير الحديقة بيطلع راجل جدع الصراحة وبيروح للمسؤولة عن دافو وبيطلب منها تحط اسمه في قائمة الوصاة على الولد لأنه عايزه يروح له الحديقة المائية زي ما تعود دايما. وتاني يوم بيصحى دافو بيلبس هدومه زي ما أبوه علمه وبيشيل الدبدوب من على التلفزيون زي ما كان بيعمل برضه. هو صحيح بيعمل الحاجات بشكل بطيء بس المهم انه بيعملها. وصاحبة البيت بتسيبه يجهز البيت بنفسه زي ما وانج علمه لانها فاهمة كويس ان الاب مش هيبقى مرتاح غير وهو متأكد ان ابنه يقدر يعتمد على نفسه. وبيقف يعد قدام البيت بنفس الطريقة في مشهد مبهج جدا. ده كمان بينزل الشارع وبيوصل لمحطة الاتوبيس وبيركب الاتوبيس وهو مركز جدا، واول ما بيسمع اسم المحطة بتاعته بيقول انا هنزل هنا. وبيوصل للحديقة المائية وبيشتغل في التنظيف زي ما وانج علمه، بس اثناء الشغل بيلاقي كابينة التليفون بترن فبيروح يرد عليها وبيشيل السماعة فبيسمع صوت عصافير وطيور جميلة فبيفهم انها لينج بتطمن عليه وبيفرح جدا. وبيفتكر اخر ايام ابوه لما كان بيعرفه انه سلحفة مائية وهيفضل معاه دايما. وبسبب كده لما بيحس دافو بالفقد بينزل لحوض المية وبيفضل يعوم مع السلحفة المائية ويعمل معاها نفس تصرفات وانج عشان يحس ان ابوه لسه عايش وهيفضل جنبه للابد. وحقيقي رغم الحزن الكبير اللي في الفيلم ده الا انه اهداء رائع لكل الآباء العظماء اللي مستعدين يكرسوا حياتهم بالكامل عشان خاطر أولادهم. وبالمناسبة بقوا عرفوني رأيكم عن أداء الممثل في دور دافو في الكومنتات. ويا رب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي. سلام.